هنا في أكادي أولا في كلاغ شهر فبراير ما كانش شهر عادي من فصل الشتاء، لا، شهر فبراير كان اختبار البقاء على قيد الحياة. كان واحد الوقت المحيط الأطلسي كيتحول لأرض صلبة، أرض من الجليد. اليوم غنمشيو في رحلة للماضي، غادي نسمعوا قصص الناس اللي عاشوا ذاك الزمان اللي كان فيه البحر الطريق. السلام عليكم أعزائي المستكشفين. اليوم بغيت نحكي لكم على واحد القصة غريبة بزاف. شفتوا هاد الصورة؟ هادو ماشي واقفين على الأرض، لا، هادو واقفين على البحر. سمعتوا مزيان، واقفين على البحر المتجمد. باش نفهموا هاد القصة مزيان خاصنا نرجعوا لزمان، الوقت اللي كانوا كيسميوه البرد الكبير. الناس الكبار اللي هنا في منطقة كلاغ اللي عندهم دابا 70 أو 80 عام كيتذكروا مزيان وكيقولوا لك الشتا ديال دابا ماشي شتا، فصل الشتاء الحقيقي هو اللي كان زمان. الشتا كانت كتجي وكتبقى اسابيع واسابيع، ودرجات الحراره كانت كتنزل تحت الصفر بدرجات كبيره بزاف. وملي كيوصل البرد لهاد الدرجه حاجه عجيبه كانت كتوقع. الماء ديال البحر واخا مالح كيبدا يتجمد شويه بشويه، الامواج كتوقف وكتولي جليد. ماشي جليد رقيق، لا، جليد قاصح وقوي، جليد يقدر يهز وزن انسان بل حتى حصان والعربه ديالو. تخيلوا معايا البحر اللي كنشوفوه كل نهار كيتحرك ولا ارض بيضاء ساكنه وصامته ولا طريق. ولكن السؤال هو علاش الناس كانوا كيمشيو فوق هذا الطريق الخطير؟ هنا كتبدا القصه الحقيقيه. تقريبا واحد الشهر دابا كنت جالسه مع واحد السيده كبيره شويه في السن سميتها جوسلين، والذاكره ديالها حاده ما شاء الله. جوسلين كانت كتعاود ليا وقالت لي باللي هي شخصيا ما تمشاتش على البحر المتجمد، ولكن الوالد ديالها الله يرحمه كان كيحكي لها على جدها وقال لها باللي في الثلاثينات وفي الربعينات كانوا الناس كيعيشوا في قرى صغيره متفرقه على طول الساحل، والمشكله ما كانتش طرقه مزيانه بحال كي كنشوفوا دابا، كانت الطريق ضيقه وصعيبه، وفي الشتاء كان مستحيل انك تدوز منها. فاش كانت كتجي الشتاء والبرد القاصح الناس كان كينقطع بيناتهم التواصل الاسابيع. ولكن ملي البحر كيولي جاند هنا كتولي فرصه. جوسلين قالت لي باللي جدها كان كيفيق الصباح بكري كيلبس حوايجو كياخذ العصا ديالو وكيمشي. سولتها فين كيمشي، جاوبتني كيمشي يزور خوه اللي ساكن في المنطقه الاخرى. كان كيتمشى تقريبا 4 كيلومتر على البحر المتجمد. وما كانش غير هو، كانوا عائلات كامله كيمشيو، شباب كيزوروا حبابهم، تجار كينقلوا سلعتهم. خلاصه البحر المتجمد كيولي جسر طبيعي كيربط الناس مع بعضياتهم، ولكن كان عنده ثمن. المشي على البحر المتجمد ما كانش نزهه، كان مخاطره كبيره. جوسلين كملت حكايتها وقالت لي الناس كانوا كيعرفوا باللي الخطر موجود، الجليد ممكن يتشقق، الضباب ممكن يخليك توضر، والعاصفه ممكن تجي على غفله، ولكن كانوا عندهم قواعد كيعرفها الصغير والكبير. اولا ما تمشيش بوحدك، سير ديما مع مجموعه. ثانيا ديما تجي معاك عصا باش تختبر الجليد واش قاصح، الا سمعتي صوت خاوي رجع اللور. ثالثا تبع الاثار ديال الناس اللي مشاو قبل منك. رابعا الا شفتي الماء بدا كيطلع فوق الجليد هرب، معناتها ان الجليد بدا كيضعف. ولكن واخا هاد القواعد كانت كتوقع حوادث، كانوا ناس ضاعوا في الضباب، ناس طاحوا في الشقوقه، وكانوا ناس بقاو يتسناو حبابهم يرجعوا ولكن ما رجعوش. جوسلين قالت لي باللي اغلب العائلات هنا في اكادي عندهم قصه ديال شي حد مات على الجليد اولا شي واحد نجا بمعجزه. البحر كان كيعطي ولكن كان كياخذ بزاف. دابا الوضع مختلف، فصل الشتاء مازال بارد هنا في نوفا سكوشا، ولكن داك البرد الاسطوري ولا ذكرى. اخر مره البحر تجمد بشكل كامل كان في الستينات، وحتى ديك الساعه ما كانش بنفس القوه ديال زمان. دابا كنشوفوا غير قطع صغيره من الجليد كترقص مع الموج، ولكن داك الجليد اللي تقدر تمشي عليه نادر بزاف. سولت جوسلين قلت لها كيفاش كتحسي دابا ملي كتشوفي البحر ما تجمدش؟ قالت لي كنحس باللي العالم ديال جدودي مشى، العالم فين كانوا الناس قراب من الطبيعه، ناس كيعرفوا البحر والطقس وكيعرفوا يعيشوا مع البرد. وزادت قالت لي ولكن حتى حنا تبدلنا، دابا عندنا الطرقان والطوموبيلات والاجهزه باش ندفيو ديورنا، ما بقيناش محتاجين نضحيو بحياتنا باش نوصلوا لبعضياتنا. جوسلين قالت لي في الاخر باللي القصص هي اللي كتبقى، الجليد مشى
ولكن القصص واجبنا نحكيوها للأجيال القادمة، وهذا هو السبب اللي خلاني نصور هذا الفيديو، باش الناس اللي في كل بلاصة يعرفوا باللي هنا في هاد القرى الصغيرة كانت كتوقع حوايج عجيبة. كانوا جدود مشاو على البحر المتجمد وعاشوا وحكاو لنا قصتهم. دابا قولوا لي نتوما، واش عندكم قصص من جدودكم على فصل الشتاء في يمن زمان؟ الا عندكم قصص بحال هكا خليوها لي في التعليق لتحت. شكرا على المتابعة، سلامة.